صباح الفل أو مساء الفل عليكم حسب الوقت اللي تسمعوني فيه، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من مسرح الأساطير والأفلام. النهاردة معانا أسطورة ممكن تكونوا سمعتوا عنها قبل كده، ولكن صدقوني أنتوا ما تعرفوهاش بالتفصيل اللي أنا هقولها لكم دي بالظبط. والأسطورة دي طبعا زي ما شفتوا هي أسطورة مادوسا، اللي هي كانت واحدة ست شعرها كله تعابين. اتشهرت مؤخرا لما البنات خدوها كرمز عشان يحكوا عن قصص تحرش حصلت لهم. والبرنامج ده برضه على فكرة مرتبط بميدوسا قوي. فترى بقى مين هي ميدوسا أو ميدوسا واتيفر النطق إيه هي قصتها، وليه البنات خدوها كرمز عشان يحكوا قصصهم، وإيه الفكرة اللي أنا بنيت عليها البرنامج ده، وإيه علاقتها برضه بميدوسا زي ما قلت. كل ده بقى هتعرفوه دلوقتي، فنركز كده مع بعض ويلا بينا. ميدوسا دي كانت واحدة من 3 إخوات وكلهم كان اسمهم الجورجنز. الجورجنز دول يا سيدي بقى دول كانوا 3 ستات خالدين ما بيموتوش، ولكن ليهم جناحات واسنان حادة وشعر عبارة عن تعابين حية فعلا. يعني نقدر نقول كده نص ست نص تعبان، نص ست نص تعبان. يعني ايه؟ ما تعرفش انت هي ايه الموضوع بالظبط. وكلهم من نظرة يقدروا يحولوا اي حد يبصلهم لحجر. ولكن مدوسة كانت مختلفة عن باقي اخواتها، لانها كانت فانية. معنى ان هي ممكن تموت، فانية ان هي ممكن تموت. وكانت جميلة جدا. واختلفت الاقاويل ان في ناس بتقول ان شعرها هو الوحيد اللي كان طبيعي وكان مش تعابين زي اخواتها. ولكن جمالها ده يا جماعة كان هو سبب أذيتها. لما بوسايدن إله البحار أعجب بيها واغتصبها في معبد أثينا آلهة الحرب. وكعادة الآلهة هو كان عايز حاجة عملها، مش مهم بقى إيه توابع الحاجة دي. ولكن بقى الشيء المضحك هنا والمحزن في نفس ذات الوقت أن ميدوسا هي اللي تعاقبت. أيوة زي ما سمعتم كده بالظبط. أثينا عاقبتها إنها حولتها لكائن دميم مرعب أكتر حتى من إخواتها. ده غير شعرها الجميل اللي كان فرحانة بيه زي ما بيقولوا كده تحول لتعابين. وبقت هي كمان أي حد يبص لها يتحول لحجر. وطبعا زي ما أنا متعود دايما أقول لكم، دي فيرجن من ضمن الفيرجنز اللي موجودة على النت. دي نسخة من نسخ الناس اتكلمت عنها، بس أنا كنت مقتنع بيها الصراحة شوية. المهم، مادوسا اتشهرت مؤخرا لما البنات بالذات خدوها كرمز عشان يحكوا قصص تحرش هم تعرضوا ليها، والظلم اللي هم شعروا بيه. هم ملهمش أي ذنب غير كونها أنثى. أما بقى بالنسبة لفكرة البرنامج فسريعا كده، بسبب مادوسا دي وبسبب قصتها والطريقة اللي قدر بيرسيوس يقضي عليها، بعدها يا جماعة ظهرت نظرية اسمها ذا مادوسا إفكت، تأثير مادوسا. يعني إيه بقى؟ النظرية دي أول حاجة الفكرة دي كانت بتتكلم إن إزاي الأعمال الأدبية بمختلف أنواعها ما هي يا جماعة إلا مراية أو الدرع اللي بيستخدم عشان تواجه المشاكل الموجودة في حياتنا، ولكن بدون مواجهة مباشرة. بمعنى إيه؟ يعني ما يجيش يقول في مشكلة سياسية أو مشكلة ما محددة أو صحية أو whatever. لا، أنا هعمل رواية أو هعمل مسرحية، وده هنشوفه في الحلقات الجاية، بتكلم عن موضوع عام وبسقط على حاجة عايز أقولها في بلدي، عايز أقولها في مجتمعي، عايز أقولها في أسرتي عن طريق القصة دي. فده شبه اللي بيرسيس عمله، هو استخدم درع عشان يبص فيه على انعكاس مدوسة من غير ما يبص لها هي. هو ما واجهش المشكلة أو ما بصلهاش دايركت، هو بص لانعكاسها. فده اللي هو كان بيقترحوه النظرية دي، إن هو ده اللي الناس بتعمله بقى، إن أنا هكتب رواية أو هعمل مسرحية وده فكرة البرنامج. ولكن هل المعنى اللي أنت بتسمعه فعلا هو الحقيقي، ولا في حاجة تانية مستخبية جوه؟ المهم نكمل بس الجزء المضحك في القصة دي. إن بوسايدن ده يا جماعة كان أخو زوس، الناس ما تعرفش، اللي هو كبير الآلهة. وأثنا هي واحدة من ولاده، وتعتبر ابنة زوس برضه. وزوس نفسه كان مشهور برغبته الشديدة تجاه النساء، سواء كانوا من الآلهة أو كانوا من البشر. الراجل يا جماعة بيبعتقش الصراحة. بالذات بقى كمان مادوسا اتشهرت بعد ما بيرسيوس قدر يقضي عليها عن طريق قطعه لراسها. ولكن الشاب ده قدر يعمل كده ازاي؟ يعني حد يقول لي ايه وقدر يعمل كده بسهولة ازاي طالما هي حد بيبص لها بيتحول لحجر؟ هقول لك يا سيدي ان الآلهة ساعدته. أول حاجة هو خد عباية الاختفاء الخاصة بهيدز إله العالم السفلي اللي هو واخد زوز برضه، وخد صندل بجناحات من هيرميز إله السفر والتجارة واللصوص عشان يعرف يهرب، ودرع برونزي من أثينا تاني برضو، وسيف. الشيء بقى المضحك التالت إن بيرسيوس واحد من أبناء زوس برضو. يعني ما شاء الله العيلة كلها تأمرت على الست وما عملتش حاجة في حياتها. بيرسيوس استعان بدرع أثينا عشان يقدر يشوف انعكاس مادوسا، وعن طريق العباية طبعا
وصندل هيرمس قدر يهرب من إخواتها. فدي يا جماعة كانت قصة ميدوسا باختصار شديد. طبعًا اللي إحنا سمعناه طول حياتنا واللي عرفناه إن كانت واحدة شريرة وهو خلّصنا منها وهكذا، إن هذه النبرة اللي كانت بتتداول قبل كده يعني عن قصة ميدوسا والتيك اللي كانت متاخدة عليها يعني. المهم خلّينا ننتقل للحاجات اللي نقدر نتعلمها من قصة زي قصة ميدوسا دي. أول نقطة حابب أتكلم عنها هي أرجوكم، أرجوكم اعرفوا القصة كلّها قبل ما تتكلموا أو تحكموا أو تقرروا أي قرار على حد. أوقات كتيرة يا جماعة بنتسرّع في أحكامنا ومشاعرنا تجاه الناس، وإحنا ما نعرفش هُم مرّوا بإيه، أو إيه هي قصتهم وحكايتهم، وفي أحيان كتيرة أول ما تعرف تتضايق من نفسك أوي، إن أنا اتسرّعت في تصرفاتي أو حكمي على الشخص ده. أوقات كتيرة بافكّر ماذا لو كل واحد فينا بس فكّر لمدة 5 ثواني، يعني حَط في باله إن ممكن الشخص ده عنده خلفية نفسية أو مادية مختلفة عنك. يعني حُط نفسك مكانه كده، هل هتتصرّف نفس التصرفات دي؟ يعني حُط نفسك احكم بس كده الأول قبل ما تحكم حد أو تقول ده وِحِش أو حلو أو هو متسرع أو هو عصبي. يعني جرّب تحُط نفسك في الظروف اللي هو فيها. أوقات كتيرة بنكون نفسنا حد يعرف إحنا مرّينا بإيه، أو اللي إحنا حاسين بيه ده يعني حاسين بيه إزاي، يعني الإحساس ده عامل إزاي جواك. وساعات كتيرة يا جماعة الظلم والقهر بيقدروا يحوّلوا أفضل الناس لأوحش الناس، وده لسه إحنا قايلينه في حلقة باتمان اللي فاتت. إن واحد زي هارفي دينت تحول من واحد محب للقانون والنظام والمجتمع والناس ده شخص إيه، سوري أنا آسف مش فارق له أي حد، مش شايف حد قدامه الراجل. ولا شايف حد في مصر كلها قدامي. يعني مش عايز أطول، خلينا ننتقل للنقطة التانية وهي جملة مشهورة أوي، وهي The devil was once an angel، وهي تلاقي ترجمتها إن الشيطان في يوم ما كان ملاك قبل كده. ودي معروف في الدين إن الشيطان زي ما قلنا قبل ما يبقى الشيطان وقبل ما يعصى كلام ربنا سبحانه وتعالى كان ملاك. ده بقى يا جماعة يخلينا ناخد بالنا إن مفيش مخلوق في الأرض بيتولد شرير أو مؤذي، ولكن في ظروف معينة ساهمت في إنه يتحول لكده، وده ممكن نشوفه في القصص اللي تناولناها قبل كده ولسه هنتناولها. بروتس قتل سيزر خوفا إنه يبقى طاغية، وبعد كده قتل نفسه لما عرف قد إيه هو ظلم سيزر. تيتو اتولد لقى نفسه في الشارع، ولما لقى نفسه قدام فرصة يبعد حاول يبعد فعلا. وزي لسه قايل حالا هارفي دينت برضه تحول للشرير لما خسر حبيبته، وأمثلة تانية كتير هنتكلم عليها في الحلقات الجاية. في نقطة معينة كده في حياتهم تحولوا للشر، ما قدروش يكملوا خلاص في فكرة إيه، أهلي وحبايبي والمجتمع والناس وأنا لازم أخاف على غيري وهكذا يعني. فقد المنطق أو فقد الحاجة اللي كانت بتوقفه إنه يعمل حاجة غلط أو صح أو whatever. فقد الحتة دي يا جماعة. وللأسف أنا مش بقول على فكرة إن ده صح أو غلط، ولكن هو أنا بالنسبة لي بشوفها كده إن بعد اللحظة دي في حياتهم بتستسلم إنك تكون شخص قاسي وبارد. من الآخر يا جماعة بتستغنى عن كل شيء أنت مؤمن بيه، وأي حاجة زي ما قلت أنت كنت شايفها صح، لدرجة إن أنت بتحس إيه، مفيش حاجة بقى تفرق خلاص. أنت مش فارق معاك الناس التانية خالص، مش فارق معاك أي حد غير اللي أنت خسرته. أنا بالنسبة لي كل اللي بيكون الشخص ده محتاجه هو حد يقول له إن العالم منتهاش، وإن لسه في حد شايفه على حقيقته الكويسة. النقطة الأخيرة اللي حابب أتكلم فيها هي إن ساعات الاختلاف بيكون مؤذي. مش دايما الناس بتتقبل الاختلاف يا جماعة، ومش كده وبس، ساعات الناس ممكن تهاجمك وتحاول تأذيك عشان انت مختلف عنهم. في كده جملة مشهورة لدكتور أحمد خالد توفيق بتقول يرعبهم كونك مختلف، كونك لا تشبه تكراره. وفعلا فعلا الناس بتخاف من أي شيء خارج عن المألوف، عشان ببساطة انت هتحسسهم إن في عالم غير عالمهم، في أفكار غير أفكارهم. فيبقى الأسهل يا جماعة إنهم يقضوا عليك، يقضوا على المختلف، الحاجة اللي عاملة له قلق، لدرجة إنهم ممكن ينبذوه يعاقبوه على كل مختلف، أو حتى زي ما قلت يقتلوه، أو هو يختار لنا حياته. بس يعني أنا مش عارف ليه ممكن يوصل حد لكده، وهتلاقوني بناقشها في حلقات كتيرة مش بكرر نقط، ولكن الشعور ده جوايا دايما. هو احنا ليه يا جماعة بنوصل أي شخص مختلف إن هو ممكن ينهي حياته، أو إن احنا هنخليه يحس إن هو منبوذ ويتحول لشخص شرير، مثلا نحاكمه أو إن هو إيه، يلا يا جماعة اقتلوه ده بيأذي المجتمع. طب ما هو هي سايكل غريبة كده يا جماعة عاملين نلف فيها، مش عارف والله آخرتها إيه يعني. بس مش عايز أركز في النقطة دي قوي، حاسس إن هو النقط لوحدها مش محتاجة شرح، يعني هي تقيلة ومربوطة بالفكرة على طول. فأتمنى ما أكونش طولت عليكم، وأتمنى ليكم أمسية سعيدة. انتظروني في الحلقة الجاية إن شاء الله مع مسرح الأسرة والأفلام. سلام.